بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده هنعمل كلاتش مع بعض، هنعمله بخيط القطن والبقره الخيط الالوان دي. اول حاجه هعملها هعمل دايره كده، دايره صغيره كده، ثبت البدايه، وبعد كده ابدا احط الفتله اللي هي الالوان دي. بسم الله. بعد ما حطيت الدايره دي كده ثبتها في البدايه، هجيب الخيط اللي هو على البقره ده، الطرف بتاعه كده عشان ما يفوتش، واجي حطاه هنا من فوق، من عند الدواس كده، من عند الابره من فوق كده كده، واثبت عليه الاول، وبعدين امشي بقى واحده واحده لغايه ما اوصل لطول 32 سنتي. كده وصلت لطول 30 سنتي. هقص بقى الخيط الالوان ده، وهكمل 3 سطور بالخيط الابيض بس. وهلسع الطرف في الاخر كده، وهنا بقى هسيب مسافة كده لليد، وبعدين هقص الخيط وهفرغه كده، ثبته كده. تمام. ولو في حاجة عايزة اظبط شكلها كده يعني في الخيط ده، ممكن بطرف صبعي كده ارجعها لورا شوية، ماشي. وهنا ممكن احط غرزة خياطة عشان اثبت. تمام كده. لو في حاجة محتاجة ان انا اعيد عليها بعيد عليها، وبعدين بقى هبدأ اركب البطانة والسوستة. بصوا، عايزين تكملوا اللون اللي هو الخيط اللي احنا ضفناه ده للنهاية ضيفوه، عايزين تسيبوا سطرين كده لوحدهم سيبوه براحتكم يعني. هنا بقى هقفل الكلاتش كده على بعضه عشان اشوف انا الايد مظبوطة في مكانها ولا لا كده.
هي الايد هنا عايزه تترحل شويه جنب الايد دي، جنب الطرف ده، فهجيبها كده خياطه كده. وبعدين هثبت من هنا ومن هنا، وهبدأ اركب السوستة. هنا بقى قلبت الكلاتش كده، ده الوش وده الظهر، وبثبت طبعا الجزء بتاع اليد ده. ولو عايزه اركب بطانه بركب، ولو مش عايزه اركب يعني انا في الطبيعي مش بركب. هجيب السوستة اللي هي المعدن دي، وهقلبها كده وهخيط. اللي بالمتر بجيب معاه الجرار ده والجزئين دول. هنبدأ كده اهو، وهنا بقى كده هنجيب ده برضه ودول احط اصابع كده ولا بعدين اركب دي وفيها مربين عندنا كده او صدري لا يعني خلي بالي دايما ان اليد تكون في النص، ما تكونش على جنب. السع الطرف ده كده واركب المسمار بتاعها واقفل عليه بالشكل ده كده اهو. وانا هنا بخيط الجزء اللي من هنا ده، بصوا بدخل دي كده جوه اهي، وبقفل ده كده، وباجي على الجزء من هنا كده زي 2-3 سنتي، برجع دي كده ورا وبخيطهم خياطه يدوي كده، بحيث ان هي السوسته ما تتفتحش على الاخر، ويبقى الكلاتش مفتوح زي الدايره كده. بدخل دي هنا وبخيط من هنا كده، بحيث ان هو لما يتفتح يبقى مقفول من هنا ومن من الجنب ده ومن الجنب ده.